أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ضمن فقرة جديدة من فقرة شارع الدكاترة. الليلة حنتحدث عن مكان مخصص وحساس جدا داخل المستشفيات، ألا وهو الCCU أو وحدة العناية المكثفة. نتعرف بمدير قسم العناية المكثفة. مرحب بك وعايزين نتعرف بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور برهام محمد علي، نائب أخصائي في العناية المكثفة. دكتور، احنا عايزين نعرف كلمة عناية مكثفة ماذا تعني؟ عناية مكثفة هي المراقبة أو اللصيقة للمريض أثناء تواجده في العناية المكثفة. وفي العناية المكثفة المريض هو يعني العناية المكثفة لحالات المرضى ذو الحالات الطارئة المحتاجين للمتابعة اللصيقة، ضبط الضغط، الحالات الحرجة. طيب دكتور، احنا دائما لما نسمع كلمة وحدة عناية مكثفة يتبادر إلى ذهننا دايركت كده إنه هي للحالات الميؤوس منها. هل هذا يعني كلام صحيح؟ لا، ليس صحيحا. يعني ما كل الحالات ما يؤس منها حالات يعني في البداية تكون حالة خطرة، بعدين بعد المعالجة والعلاجات يعني تكون يعني ممكن يتعالج منها الإنسان. يعني ليس كل الحالات ما يؤس منها. يتعدى مرحلة الخطر. يتعدى مرحلة الخطر، أيوة نعم. طيب أثناء وجوده داخل هذه الوحدة أو وحدة العناية المكثفة، كيف أنتم بتقوموا بمراعاة مرضى العناية المكثفة؟ المريض في العناية المكثفة يكون أي مريض في العناية المكثفة عنده جهاز مونيتور، وفي بحيث يتم مراقبة المريض، النبض والضغط والأكسجين والتقييم السريري للعيان للمريض. وأيضا يكون يعني أمام في الطبيب بتاع العناية والممرضين أيضا. How we can care about the patient inside the CCU? We have 7 patients here and 7 beds. First, we are receiving the all common ICU. This is cardiac and traumatic ICU and neurological ICU also. We have the consultant specialist. We have everything inside the ICU. This is a doctor all the time available in the ICU. Okay. Then you see what does he need to do it to him. First, we are patient. According to the doctor decision, we assess the patient. This is a neurological or a cardiac patient, like that only. Then we will call the consultant to observe the patient, and according to the diagnosis, we are giving the management of the patient. The proper cure. يعني انه بيدخل مريض العنايه المكثفه في حاله دخوله بيكون معه الملف اللي هو فيه جميع فحوصاته وتقرير عن حالته، وعلى هذا الاساس بيكون العنايه بمريض العنايه المكثفه. طيب thank you very much. Okay, thank you. طيب دكتور، كيف بيتعاملوا او كيف يعامل اقرباء المرضى بالعنايه المكثفه؟ الأقرباء العناية المكثفة يعني في العناية ممنوع إنه الأقرباء يتواجد الأقرباء داخل العناية المكثفة. يتم التعامل مع المرضى في العناية المكثفة خارج العناية. يعني ممنوع الزيارة مطلقا؟ ممنوعة مطلقا. إحنا بقدر الإمكان يعني نمنع تواجد الأقرباء داخل العناية. نعم. طيب دكتور، في حالة إنه هو المريض بالعناية المكثفة في حالة غيبوبة تامة، كيف يعني يتم العناية به؟ How to care about him؟ المريض في حالة الغيبوبة أو إذا كان في غير غيبوبة يكون يتم تقليب المريض كل ساعتين. و يعني من ناحية السكين ده إذا كان هو في حالة غيبوبة. في حالة غيبوبة أي نعم. في يعني في العناية بالتغذية، تقليب المريض كل ساعتين، و النظافة وتقليب، نعم، وتغيير الأسرة وهكذا. نعم، تغيير الأسرة وتغيير الأغطية كله.
مراقبة الوظائف الحيوية من خلال الأجهزة. أجهزة، نعم، مراقبة العلامات الحيوية، ضغط النفس عبر الجهاز المونيتور. هذا برضو بينطبق على المريض إذا كان في حالة وعي، يعني ليس فاقد. لا، ليس فقط هو التقليب المريض يعني يكون أكثر مع الناس اللي عندهم غيبوبة أو الناس اللي عندهم مثلا شلل نصفي. أما المرضى يعني ذو مشاكل في القلب، فيعني يعني يكون يعني أكثر، يعتمد على نفسه أكثر، يعني في الحركة في يعني. الحركة، يعني في إذا كان يذهب إلى الخلاء كذا، والفيدنج وكل. التغذية. نعم، إذا كان يأخذ بنفسه طبعا بيتناول بنفسه. أما المرضى ذو يعني الشلل النصفي أو الغيبوبة بيتم تغذيتهم عبر الأنبوبة. محتاجين عناية أكثر يعني. نعم. طيب دكتور، في حالة إنه المريض تعدى مرحلة العناية المكثفة وانتقل إلى العنابر الأخرى، في خطة معينة، يعني في نوع من الاهتمام ولا هو نفس الاهتمام ولا كيف يعني؟ إن لما يتحول المرحلة الحرجة. يتعدى مرحلة الخطر، يخرج من العناية المكثفة إلى غرفة عادية يعني، فيتم عنايته كعناية المريض العادي يعني في من ناحية التغذية، من ناحية العلاجات، يعني تكون أكثر حاجة معتمد على نفسي وعلى الأقرباء المريض. طيب دكتور، إذا تعدى وطلع من حالة العناية المكثفة، هل إنه في احتمال ينتكس؟ نعم، ممكن على حسب المرض. برضو في سؤال مهم جدا، كيف يتم تعقيم العناية المكثفة؟ التعقيم هي في نظافة يوميا، في مثلا كل 3-4 مرات في اليوم، في نظافة عادية. في تعقيم من الفترة فترة، بيكون في تعقيم كامل للعناية، إغلاق العناية وتعقيمها. بنشكر كثير دكتور على هذه المعلومات المفيدة حقا. شكرا، جزاك الله خير وشكرا لكم. طيب أعزائي المشاهدين، شكرا لكم، وهذه كانت حلقتنا المهمة جدا عن الCCU أو وحدة العناية المكثفة. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات شارع الدكاترة، مع دوام الصحة والعافية لكم.